النهاردة هقول لكم حكاية كده على الماشي مش كلنا نعرفها. طبعا كلنا شفنا الفيلم الكوميدي الأنسة حنفي، بس مش كلنا نعرف إنه عن قصة حقيقية حصلت في مصر سنة 1949، والقصة دي هزت الرأي العام وقتها. بطلة الحكاية اسمها فاطمة إبراهيم داوود. اتولدت فاطمة في قرية ميت العش بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. والدها توفى وهي عندها 10 سنين، وسابها هي وإخواتها البنات وأمهم. بعدها بشوية الأم اتجوزت من راجل تاني وسابت بناتها. ما كانش فيه حل غير إن البنات يروحوا يعيشوا مع جدهم الفلاح البسيط، بس لسوء الحظ جدها يتوفى بعدها بفترة بسيطة جدا، وتلاقي فاطمة نفسها لوحدها ومسؤولة عن 3 إخوات بنات. بس فاطمة كانت قوية، فقررت إنها تنزل تشتغل وتصرف على نفسها وعلى إخواتها البنات. كانت بنت جدعة ب100 راجل، وكل أهل البلد كانوا بيحبوها، من ضمنهم عبد الصمد الشاب الفلاح اللي عجبته فاطمة وجدعنتها، وقرر إنه يتجوزها. راح عشان يتقدم لها، أهلها رحبوا بيه جدا، لكن هي اللي رفضت. بعد عبد الصمد ابتدى يتقدم لها شباب كتير جدا للجواز، وهي كانت بترفض، لحد ما قررت فاطمة إنها تصارح الناس بالسبب الحقيقي لرفضها للجواز، وهو إن عمرها ما حست بانجذاب للرجالة، وإنها بتحس بنفور شديد ناحيتهم، وإنها بتميل للجنس الآخر. ده غير إن جسمها ما كانش ظاهر عليه أي مظهر من مظاهر الأنوثة. طلبت فاطمة إنها تتعرض على دكتور، فعرضوها على الدكتور جورجي إلياسي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اللي من أول ما شافها قال إن عندها مشكلة فعلا في أنوثتها، وعشان كده اتطوع ابن العمدة اللي كان بيدرس طب وقتها ووداها بنفسه لمستشفى القصر العيني. وأول ما الدكاترة استقبلوها قرروا فورا إنها لازم تعمل عملية تحويل جنسي، وتحولت فاطمة لعلي، شاب مكتمل الرجولة، وبعدها بفترة خطب جارته. الحكاية دي شغلت الرأي العام في مصر لفترة طويلة، لحد ما قرر الكاتب جليل البنداري إنه يحولها لفيلم سينمائي ويضيف له بعض المواقف الكوميدية، فكانت النتيجة فيلم الأنسة حنفي، بطولة إسماعيل ياسين وماجدة وإخراج فطين عبد الوهاب. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.